ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ ورجعت لكم تاني مع فيديو جديد. طبعا معلش غبت عليكم شوية، كان عندي برد. شكرا لحبايبي وشكرا للناس اللي بتسأل عليا. انا راجعه لكم بقى بفيديو جميل جدا. عملت الفستان الجميل دوت. بصوا بقى الخيط بتاعه المرة دي جميل جدا، من اللي هو الخيط اللي ليه اشكال كده، في طلعه صوف في منتهى الجمال. صوف حلو جدا، عجبني الصراحه. اول مره اجيب الخيط دوت اصلا. شكله جميل قوي اهو، جايباه نبيتي. طبعا في ازرق، في اخضر، في اصفر، كده في طلعه منه كده، مدياله منظر في منتهى الجمال. عايزه تعملي منه كوفيه، عايزه تعملي منه بروفال، يبقى جميل جدا برضو. انا عملت منه فستان اطفالي، بس المقاس اكبر شوية بقى من المقاسات اللي انا كنت عاملاها الاول. وعملت المنظر البريد الجميل بتاعه دوت اهوت. يا رب تكون الكاميرا مبينه لكم. باريه كده اطفالي جميل. ايه رأيكم فيه؟ اهو بالمنظر دوت. وعملت برضو باريه تاني بس مقاس اكبر شوية اهو بالمنظر دوت. يا رب تكون الكاميرا مبينها لنا اهو. بصوا في منتهى الجمال، شياكة شياكة اهو. فاحنا النهاردة بقى انا كنت عملت معاكم الفستان، هعمل معاكم بقى شكل الباريه دوت. نبدأ فيه نشوفه بيتعمل ازاي من اسهل ما يمكن. منظره جميل جميل. تلبسي لي البنوتة كده على جنب، منظر شياكة شياكة بالمنظر الجميل دوت. عايزة تقولوا لي بقى ايه رأيكم؟ انا عاجبني قوي الطقم ده كده، شكله جميل جدا. يلا نبدأ مع بعضينا اهو. وادي الفستان حطيت له، بص الزراير، ايه رأيكم في الزراير بتاعته الجميلة دي؟ اهو اللون الاحمر الحلو ده، فتحته شوية عشان هو احمر غامق، ففتحته بالزراير فتحة شوية عن الفستان. شكله رائع رائع. مبروك لأي بنوتة هتلبسه. اهو بقى انا كنت بدأت ايه. انا جبت الخيط دوت. طبعا ممكن بتحطي اتنين في بعض عادي زي المنظر الباريه ده. انا بص عامله لكم برضو ايه اهو، عامله لكم اتنين في بعض، الكحل في الاوفايت. براحتك، عايزة تعمليه سادة اعمليه زي ده. عايزة تدخلي اللونين في بعض كده وتعملي من تحت بالمنظر دوت اللون تاني، براحتك برضو اهو. انا عملت بس ايه عشان وقت الفيديو معايا، عشان بيبقى وقته محدود معايا. انا عملت معاكم الدايرة اهو، زي ما بنعمل دايرة خالص، اللي هي الاول عملت اتنين غرزة سحرية، وبعد كده دخلت فيها 12 عمود، قفلتها. السطر التاني عملت التزايد في كل عمود 2 عمود. السطر التالت عملت مرة عمود و2 تزايد في التاني تزايد. ده بقى السطر ده هعمل فيه ايه، هطلع 3 سلسلة. شايفين اهو؟ بدخل هنا ادي يعتبر تاني عمود. المرة دي بقى في تالت عمود التزايد. السطر ده بقى عشان تفرد معايا ايه الدايرة بتاعتنا. يعني عملت ايه هنا؟ ديت الارتفاع ده ملناش دعوة بيه. هنا عملت عمود فوق العمود، هنا في العمود التاني عملت 2 تزايد اهو. عمود فوق العمود، في العمود التاني 2 تزايد بالمنظر ده كده. شايفين اهو؟ فوق العمود عمود، فوق العمود التاني 2 عمود، فوق العمود عمود، فوق العمود التاني 2 عمود،
فوق العمود عمود. كل الدايرة عبارة عن السطر ده كله اهو، عمود فوق العمود اهو بالمنظر دوت، عمود فوق العمود، فوق العمود التاني 2 عمود، عمود 2 عمود، عمود 2 عمود. انا ماشيه معاكم السطر كله اهو، عشان اللي مش فاهم حاجه اهي بصوا بتفرد معايا في منتهى الجمال. ده القرص بتاع اللي احنا عاملينه اهو، عمود فوق العمود. اسمه باريه يا ولاد، ده اسمه باريه اللي هو المدور ده اهو. انا عامله الكاميرا على الغرزه اهو اهو. طبعا عايزه تدخلي لون تاني، هوريكي دلوقتي بندخل اللون التاني ازاي. عايزه تعمليه ساده بالتنك ماشيه عادي بقى زي ما انت ماشيه بالخيط. طبعا لما بنيجي اهو 2 عمود، عمود 2 عمود اهو. بصوا الدايرة بدأت تلف معايا اهي، بتكبر. كل ما تعملي كده تزايد في الاسطر اللي وراها بتلاقي عبارة عن الدايرة بدأت تكبر معانا. انا السطر ده كله عبارة اهو عمود 2 عمود، عمود قربنا نقفله 2 عمود، عمود. مادام تيجي معاكي في الاخر 2 عمود يبقى انت كده ماشيه دايرتك 100 اهي. خلاص قفلت معايا. هاجي في اول عمود في تالت سلسله من فوق هقفل بغرزه منزلقه بالمنظر ده كده اهو. شايفينه اهو. عايزه انت بقى ايه تغيري؟ انا كفايه القرص ده لان انا هعملها لمولوده اهي. احنا لو قسناها هنلاقيها 10 سنتي او 10 ونص او 11 عادي خالص. بتقيسيها بالمزورة، بس انا حاسة انها كده مظبوطة ان احنا هنعملها المولودة. شوفوا بقى، عايزين تدخلوا اللون التاني بنعمل ايه اهو. بتجيبي الخيط كده اهي، عندك انت طلعتي بالابرة الخيط بتاعك كده اهو، دخليها في الدايرة اهي. شدي الخيط لتحت كده، اربطيها اهي. بصوا سهلة وحلوة ازاي اهي، ما فيهاش اي حاجة اهو. ربطناها ربط عادية اهو. طبعا انا مش قدامي مقص دلوقتي. بعمل ايه بقى؟ بتشدي الخيط اللي تحت كده بتثبتي اهو. احنا ده المفروض نقصه، ده المفروض نقصه، بس انا مش قدامي دلوقتي اهو. بصوا بقى بتعملوا ايه؟ بتدخلي في اللي انت عملتي الخيط منه اهو. الخيط بتاعك الحتة دي خديها تحت الخيط كده اهو. اعملي اهو اهي، ثبتيها كده اهي. شايفينها؟ بس كده. ندخلها تاني اهو. شايفة الخيط ده كده اهو، بنجيبه لجوه اهو. انا عايزة بس الخيط اللي تحت ده كان المفروض اقصه اهو. بتطلعي ب3 سلسلة. بصوا بقى السطر ده كله عبارة عن ايه؟
داير ما يدور عمود فوق العمود. خلاص بقى مفيش تزايد ولا اي حاجة دلوقتي اهي بالمنظر ده كده اهو. داير ما يدور بقى عواميد عواميد اهو. هوريكم بس ايه اهو، انا بسرع شوية اهو. شايفين بقى ايه؟ السطر كله عواميد بقى، فوق كل عمود فوقيه عمود، عشان عايزين نعمل اللي هو جسم الباريه بتاعنا ده. عايزة فوق كل عمود عمود، عايزة 5 أسطر بس، 5 أسطر بس، يعني مفيش تزايد خالص اهو. بالمنظر ده تنك تعملي داير ما يدور برضو فوق كل عمود. اوعي بقى تزودي، خلاص احنا كده سيبنا التزايد اهو. بالمنظر ده هي شوف بدأت تتني معاكي اهو، يبقى كده مظبوطة معاكي. هتعملي من السطر اللي فوق كل عمود عمود 5 أسطر، ونيجي بس تحت كده سطرين بتاعت القمر بتاعها، هتعملي عمود أمامي وعمود خلفي. برضو في فيديو جديد إن شاء الله هوريكي أنا عملت الجسم إزاي، ونبدأ من تحت التقفيل بتاع تدخيلة الدماغ عشان تبقى ممسوكة على الطفلة شكلها جميل. وعايزة تعليقاتكم الحلوة والحافز اللي انتوا بتقولوهولي، ايه رأيكم في الفستان بالبري بتاعه الجميل ده. يلا شكرا ليكم وشكرا لاستماعكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.